السلام عليكم خوتي وخواتاتي. نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. القضيه ديالنا كتبدا من نواحي مدينه فاس، من واحد البلاصه كيقولوا لها المطا. هاد البلاصه هادي عايشين فيها ريافه، منطقه ريفيه. كاينين ريافه ديال الحسيمه والناظور وبزاف د المناطق تما، وهاد المنطقه ديال المطا عايشين فيها غير ريافه. المهم هاد القضيه ديالنا طرات في الثمانينات. واحد الراجل سميتو الجيلالي مجوج وعنده 3 ديال البنيتات. الاولى ديالو سميتها فاطمه، والمتوسطه سميتها رحمه، والصغيره سميتها يامنه. هاد الصغيره هادي كانت عندها واحد الاعاقه اللي خلقت بها واحد الرجيله ناقصه. المهم الجيلالي ما كانش عنده شي ارض كبيره اللي يفلحها، ومعروفه المطا بالخير ديالها ومنطقه زوينه حتى في الفلاحه. الناس ديال فاس منين يجي الفول الخضر كل شيء كيعجبو وكيشريه، لحقاش المرقه ديالو بيضه، والفول ما كيكونش بحال المناطق الاخرين فيه غير 2 حبات ولا 3، وكيكون لذيذ. والزيت البلديه ديالهم ولا الزيتون كذلك مزيان. كل شيء كيبغي المنتوج ديال المطا. هذا الراجل هذا الجلالي ما كانش عنده الارض الكافيه باش يعيش هو ووليداته، كان كيعتمد على الغنم. كان كيداير الغنم وكيسرح هذوك الغنم وكيبيع ويشري فيهم. المهم منين بداو كيكبروا له بنياتو كانوا ايات في الجمال، زوينين بزاف. الكبيره ديالو تزوجات صغارين، جوج وليداتو صغارين. في هذا الوقت كانوا كيجوجوا البنات صغار 15 16 عام كيتزوجوا. جوجات فاطمه وتزوجات رحمه، ولكن يمنع ما عمر شي واحد جا خطبها. بقات يمنى معاه كتعاونو، ولكن مع هو الراجل كبر خصو اللي يعاونو يسرح معاه. كانت هي هذيك الرجل ما كتساعدهاش في السرحه. جا هو طاحت عليه فكره خصو يجيب شي واحد اللي يعاونو. بقى كيسول في داك الدور اللي قرابين لكن شي واحد يجي يخدم معاه. هو واحد الجار ديالو قال له راه كاين واحد الولد يتيم ما عنده لا اب لا ام لا خوت لا والو، سميتو سلام، ولكن راه ناقص شي شويه في عقلو، باين ماشي هو داك ولكن راه يصلح لك، نجيبه لك وشوف الا صلح لك للخدمه. المهم الجار جاب هاد السيد اللي سميتو سلام، والجيلالي هضر معاه قال له غادي تقابل لي الغنم ديالي هاد كسيبه وغادي نعطيك السكنه. المهم وغادي تفاهموا على واحد القدر ديال المال، والماكله اللي كتب الله راه غادي نعطيوها لك. وهذا الشيء اللي كان سلام بقى خدام مع الجيلالي كيعاونو. دازت ايام وجات ايام، الجيلالي بدا كيعيا وشاف سلام غادي مزيان كان معقول، وهو كطيح عليه فكره انه يجوج سلام ليامنه. استشر مع مراته قالت له حتى هذه فكره مزيانه، البنت ما جا خطبها حتى شي واحد والبنت كبرات. وهاد الوقيته هادي ديال الثمانينات كانوا البنات ملي كيفوتوا العشرين بحال اللي كيقولوا دازهم الوقت، ما كيبقى يجي حتى شي واحد يخطبهم، كيبغيو يتزوجوا يديو البنات صغارين. يعني البنات كيتزوجوا كدير 13 14 عام كيبقاو يتزوجوا وليداتهم. المهم الجيلالي هو اللي فاتح الموضوع ديال الزواج مع سلام. قال له انا غادي نزوجك، جالس معنا غادي نزوجك بنتي يامنه. الجيلالي كان يتيم ما عندوش حتى شي واحد، عجبو الحال بزاف لحقاش يامنه كانت زوينه ايه في الجمال، عجبو الحال. والمهم الجيلالي جوج بنته بسلام، وسلام بقى خدام مزيان. دازت ايام وجات ايام، الجيلالي عيا ومرض وتوفى. جاو خوت
يمنى اللي هما البنات فاطمه ورحمه ورجالهم جاو داروا اللازم الكنازه لباهم وتفاهموا مع اختهم، عارفين راجلها ما عنده حتى شي حاجه، ووالدالو هي بزاف ديال الدراري، شحال هادي ما كانش موانع الحمل، ولدت له تقريبا شي 4 ديال الدراري بنات وولاد. قالوا له هاد القطعه ديال الكسيبه حنا ما غاديش نتحاسبوا معك عليها لحقاش هما كانوا داين الرجال، يعني ما خاصهم حتى شي خير، خلاوها له كمشروع صغير يخدم فيه على مراته ووليداته اللي هي اختهم. ولكن الارض فرقوها، خداو الحق ديالهم النصيب ديالهم. بقى سلام خدام في هاد الحرفه ديالو اللي هي كيبيع ويشري في الكسيبه، ولكن سلام ما كانش كيعرف يسير راسو. كما قلت لكم في الاول، سلام كان ناقص شي شويه، ماشي هو هذاك. المهم بقى فوق ما كيحتاج الفلوس ما كيعرف يدير حتى شي حاجه، فوق ما كيحتاج فلوس كيبيع شي خروف ولا شي خروفه. بقى غادي مع داك الشي هكاك، وامها مسكينه كتفقس، امها كتفقس كتقول لها شوفي هاد الكسيبه باك غير توفى، شوف كلها بدات كتمشي شويه بشويه، ما كناش كنبيعو غير الضروره، هو دابا كيديها حاجه بحاجه. المهم ما لقاو ما يديروا، حتى لقاو راسهم ما بقى حتى شي حاجه. ولا سلام كيخرج كيدبر على راسو في الخدمه مع الناس. يمنى غرقت بالدراري، ولاو عندها 5 ولاو عندها 6. بقات هاد يمنى مسكينه كتخرج كتقلب على الخدمه عند الناس، كتمشي تخدم في الديور كتعاونهم، اللي بغى يدير شي حاجه كتمشي تعاونو. مع العلم هاد يمنى تعاشت في الفشوش مع باها، وباها كان ميسر ما خاصو حتى خير، ولكن الراجل كان ناقص شي شويه ما عرفش يسير راسو. لقاو راسهم على التالي كتمشي تخدم مسكينه وكتجيب ما توكل لوليداتها. سلام كان اللي خدمو دايو غير على راسو الكمايه ديالو وصافي، يعني ما عندوش غرض لا في الدراري لا والو. هاد يمنى توفات لها الام ديالها وخلاتها موحوله حبله، وبقات حاصله مسكينه في راسها. كانت الام ديالها اللي كتعاونها كي غادي دير راسها، بقات كتقول له لراجلها اسلام خدم، انا تابعاني الولده وتابعاني هذا، خدم خصني المراه اللي غادي تجي تولدني هي التاليه خصني نعطيها ندور معاها ضروري قربت نولد. ولكن سلام كان كيقول لها غير واخا وما كيدير حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذه يمنى كانت كتمشي عند واحد المراه كيقول لها مرات العسكري. هاد مرات العسكري كانت عايشه غير هي وامها وما خاصها حتى شي خير، كتمشي عندها ومرات العسكري مهليه فيها كتعطيها اللي كتب الله. ووليدات يامنه كيبغيو هاد مرات العسكري كيتسخروا لها، وليداتها صغارين وهي معتبرها بحال وليداتها ما عندهاش الدراري. وكذلك ولاد يامنه كيبغيو هذيك مرات العسكري. المهم ما كانتش كتخرج من عندها وكتشكي عليها، كتقول لها الراجل ما كيخدم ما كيردم، ها انت كتشوفي وغي انايا ما عنديش وليداتي ولا خصني ما نوكلهم. المهم كانت كتحاول ما امكن كتعاونها. قالت لها دابا انا قربت نولد، وملي كانت كتقابلني دابا خصني ضروري نجيب المراه اللي تقابلني وما عنديش حتى ما نعطيها. قالت لها ملي تقربي تولدي اجي عندي، الوالده ديالي راها كتعرف وغادي نعاونوك. المهم قبل ما تولد يامنه قربت تولد بشيامات وهي كتغبر. واحد النهار ما بقاش كيبان لها الاثار، جا راجلها من الخدمه في العشيه دخل للدار لقى غير وليداتو بوحدهم في الدار. سول الولاد فين امكم؟ قالوا له ما نعرفت. المهم بقى كيقلب عليها تما، الجيران الدوار بقاو كيقلبوا يمنا ما كايناش يمنا ما كايناش، كلشي الدوار داروا فيه. قالوا له انت ما خدامش عليها؟ المراه هزت راسها ما عرف فين مشات. ديك الساعات كانوا
كلشي كيعلموا القايد. دوروا ما لقاوهاش، علموا القايد. داروا الاجراءات، بقاو كيدوروا عليها. كانت داك الوقيته ديال الثمانينات ما كانش شي وسائل ديال هذا نجهده. قلبوا على قدهم، قالوا بان كلشي نفس الهضره كيقولوا بان يمنى هربات، يمنى عيات مسكينه، ما حيرتها لوليداتها، ما حيرتها تخرج تدور على طرف الخبز لولادها. هاد كلشي رد اللومه لسلام. قالوا له انت اللي خرجتي عليها. البنت كانت مقابله دارها، ايامات اللي كانت مع باها كانت جالسه غير في دارهم معززه مكرمه، ولكن فاش داتك خرجتي عليها، غرقتيها بز وما قديتيش تخدم عليهم. المراه هربات، عيات وهربات، هي سمحت لك فيهم. المهم جاو خواتاتها قلبوا عليها، ما داروا المستحيل، والو ما لقاوش، غبر لها الاثار. هو بقى حاصل بداك الولاد، بقى مره كيخليهم للجيران، مره هذا واش يخدموا ولا يقابلهم، واش المهم حصل بهم. رغب خواتاتها، قال لهم الله يرحم الوالدين، غير قابلوهم، غير على ما لقى اختكم راني كنمشي نقلب عليها. ما بغاوش يقابلوهم، ولكن فرقوهم. هذيك دات ثلاثه وهذيك دات ثلاثه، داوهم غير بالسيف. الناس حشموا من الناس رغبوهم، قالوا لهم دابا على ما تبان الاخت ديالكم. كل فاطمه دات ثلاثه ويمنى دات ثلاثه. هو غير كيقلب على مراته، كيدور كيقلب على مراته، بغا يحماق. دازت ايام وجات ايام، تقريبا شي 20 يوم، والكلاب ديال داك الدوار واحد ما عرفت شنو كيقول لها، كي تكون الناس بحال الحديده كيشربوا منها كسيبه ديالهم في الدوار، قدام واحد المنطقه كتكون ديال الحديد عمرينها بالماء. الكلاب كيجلسوا تما ينبحوا، دائما كيجلسوا كينبحوا. هما كيقولوا يمكن غير داك البلاصه كيمشيو ليها الكلاب، لحقاش كتكون مبرده فيها الماء وداك الشيء، البروده ديال الارض، كيجلسوا تما الكلاب كينعسوا تما. كاين الكلاب كيقيلوا كيلبحوا. بدا واحد الكلب كينبح وكيجبد من تما، كيبقى كيحفر تما كيجبد شي حاجه بحال اللي كيدور على شي حاجه. شويه وشي ناس كيدوزو كيشوفوا داك الكلب كينبح وكيبان لهم بحال شويه ديال الشعر، تخلعوا، جراو على داك الكلب. منين كيمشيو كيبان لهم الشعر، نوضوا الغوات داك الرجال، جاو الناس تجمعوا، جروا داك هذا الثقيل ديال الحديد. منين كيجروه اللي كيشربوا فيه الكسيبه، كيلقاو الشعر ديال المراه. وملي شافوها عرفوها يامنه. عيطوا دغيا لراجلها، وعيطوا للقايد مخزنيه اللي كانوا مكلفين ديك الساعات هما السلطات تما. هزوا يامنه لمستودع الاموات بفاس. ولكن الغريب ان يامنه كانت محوله، كرشها 9 شهور، كانت كرشها كبيره. منين كيهزوها بانت لهم المراه كرشها خاويه، المراه ما محولاش، كرشها خوات. يعني هاد يامنه هادي واش ولدت قبل ما تموت ولا ماتت؟ ما عرفوش يعني شنو. بقاو كيقلبوا على الولد ولا البنت اللي ولدات، ما لقاوهاش. عياو كيقلبوا تما بالكلاب ديالهم بهذا والبالي، لقاو شي حاجه مدفونه تما، ما لقاو والو. الطبيب قال لهم ديال التشريح، قال لهم هاد السيده كي ولدات ماتت في البلاصه، لحقاش السروال ديالها مازال فيه الدم ديال الولده. ومنين قلبها لقى فيها داكشي اللي فاش كتولد المراه، الاطباء كيحيدوا لها داك الشيء اللي كيبقى لها في كرشها، كيكون مع البيبي مازال عندها في كرشها، مازال داكشي ديال البيبي خلاص، وداكشي مازال في كرشها. يعني كي ولدات تقتلت في البلاصه، كي خرجت البيبي تقتلت في البلاصه، يعني ما عطاوهاش فرصه. بقاو كيقلبوا على داك الولد ولا البنت، ما لقاوش. البوليس ديك الساعات الجدرميه شكوا في سلام اللي هو راجلها. كل شيء كانت متجهه الاصابع ديال الاتهام اللي هو. الناس كيقولوا غرقها ولاد، قالوا له انت اللي قتلتيها. سلام كان كيبكي على مراته، كان كيقول لهم واش انا غادي نقتل مراتي ونخلي ولادي 6 كل 3 فقنت مشتين، ما لقيتش دابا حتى اللي يقابلهم لي، نخليهم
مشتين هكا، علاش غادي نقتل مراتي كانت ظريفه، مراتي كانت كتعاونني، مراتي كانت كتخدم على وليداتها، علاش غادي نقتلها؟ قالوا له انت اللي قتلتيها، انت غرقاتك بالولاد، بغيتي مازال قلتي هذه مازال غادي تزيد تولد لي، لان داك الوقيته كيولدوا تقريبا كل عام، كانت مازال صغيره فاش ماتت، يعني غير العمر ديال 27 ولا 28 عام. انت اللي قتلتيها. كيقول لهم انا ما قتلتهاش، انا راني بحالي بحال، جيت لقيت كيف الناس بحالي عرفت انها ماتت. انا جيت للدار كنقلب، كنعيط لها ما لقيتهاش، دخلت للدار ما لقيتهاش، خرجت كنقلب عليها بحالي بحال الناس، راني ما عرفت حتى شي حاجه. المهم داروا جميع الوسائل باش يعترف، وزيروا في داك الوقيته كانوا كيزيروا بالمعقول، حتى اللي ما دار شي حاجه يقول داير واخا ما يكونش داير، ولكن سلام كيقول لهم انا ما درت حتى شي حاجه. بقى هذا القايد هذا كان ذكي بزاف، قال لهم هذه اللي ماتت، ولكن ماتت كي ولدات، باين اللي قتلها دالها الولد ولا البنت اللي ولدات. شكون هنا عارفينه ما كيولدش في الدوار؟ قالوا له ما الناس اللي ما كيولدوش حنا ما عارفين حتى واحد ما كيولدش. شكون اللي كان الناس اللي كانوا العيد اللي كانوا حبلات في الوقيته اللي كانت فيهم هذه يمنى حبله، تقريبا شي 5 ديال العيالات هما اللي كانوا في الوقيته ديال يمنى محولي، وكاينين فيهم شي وحده اللي ولدوا. قال لهم القايد بالي يكون شي وحده فيهم دات اليمنى ولدها ولا بنتها. داروا التحريات، بقاو كيدوروا من دار لدار كيقلبوا على العيالات اللي والدين، وصلوا حتى الاولى والثانيه والثالثه، وصلوا لمرات العسكري اللي كانت كتمشي عندها يمنى. حلات لهم الباب لامها، قالوا لها فين هي البنت ديالك؟ قالت لهم البنت ديالي كترضع الولد ديالها في البيت مازال نفيسه. ولا بغينا نهضروا معاها، قالت لهم واخا عين واحد شويه. خرجت هذيك مرات العسكري لعند السلطات، قالت لهم انا نهضر معاكم غير من هنا من الباب بعيده، لحقاش انا مازال نفيسه، يضربني البرد ولا شي حاجه، غير شنو. قالوا لها واش يمنى فوقاش شفتيها اخر مره؟ قالت لهم انا بحالي بحال الناس، سمعتها ماتت، كانت كتجي عندي كنعطي اللي كتب الله. المهم هضروا معاها، داو الاقوال ديالها، مشاو بحالهم. هاد القايد طاحت عليه فكره. داك الوقيته اكثريه كانوا كيرضعوا الامهات، كيرضعوا ولادهم، والعروبيه ما كانوا كيعرفوا لا حليب لا يشريو من الفرماسيان حليب لا والو. قال القايد كانت ديك الوقيته كتكون ضروري في القياده، كتكون كيعيطوا لها كيقول لها العريفه. داك العريفه هي اللي ملي كانت شي حاجه هي اللي كتقلب العيالات، لا كانت شي مشكل ولا هذا ولا شي سيزي ولا شي حاجه، كتكون هاد العريفه كانوا كيديو العريفات معاهم، دابا بوليسيات. المهم قال لهاد العريفه خصك تكوني محاضره في الوقيته الفلانيه، والمخازنيه مشاو كيدوروا على العيالات اللي ولدوا، قالوا لهم ضروري تحضروا القياده، القايد بغى يشوفكم ضروري. المهم العيالات واخا عاد ولدوا مشاو القياده يهضروا مع القايد. منين دخلوا عند القايد قال داك العريفه هي غادي تقول لكم شنو حنا بغينا منكم. دخلات هاد العريفه قالت لهم لكل وحده فيهم، كل وحده بوحده، قالت لهم بغيت نشوف الحليب، انت عاد ولدتي جبدي لي الحليب من الصدر ديالك. كل وحده كتحاول تخرج الحليب من الصدر ديالها، وحده بوحده وحده بوحده، حتى وصلوا لمرات العسكري. فاش وصلت مرات العسكري بقات كتعصر السيده صدرها والو، دارت جميع الحلول والو. قالت لها فينا هو انت كتقولي كترضعي، فينا هو الحليب؟ قالت لها انا يمنى كانت حبيبتي وصديقتي وجارتي، وكانت كتجي عندي كتعاونني. انا بالخلعه فاش عرفتها غابت وكلشي كيقول هربات، تخلعت عليها ومشى لي الحليب. حتى الولد ديالي كان رضعو كيبقى غير كيبكي، واقيلا ما كيلقاش الحليب لحقاش كيخيل كيبكي وما عنديش الحليب في الصدر ديالي.
المهم العريفه قالت للقايد هاد السيده هادي راه ما عندهاش الحليب في الصدر ديالها، ومستحيل تكون المراه عاد ولدت وما عندها حتى قطره ولو قطرات صغارين يكون عندها في الصدر ديالها. المهم شكوا فيها، قالوا لها حنا غادي نديوك الفاس والطبيب غادي يقلبك واش ولدتي ولا ما ولدتيش ونشوفوا هاد القضيه. قالت لهم انا ما نمشي معكم حتى البلاصه حتى يجي راجلي من الصحراء، انا ما نتحركش من داري، راجلي خلاني في داري خصني نبقى في داري. منين زيروها قالوا لها واش انت هي اللي غادي تمشي، حنا بغيتي ولا بغيتي تمشي بالسيف عليك، خصنا نعرفوك واش والده ولا ما والداش، وتما غادي تبان الحقيقه. المهم عرفت راسها انها اتوصل لفاس، الطبيب غادي يقول لهم هاد السيده هادي ما والده، ما عمرها ولدات، ما حتى شي حاجه. نهارت وبقات كتبكي، قالت لهم بلا ما تديوني انا غادي نقول لكم شنو كاين. انا هادي 10 سنين وانا مجوجه بهاد العسكري، وهو كيجي مره من العسكر، وفوق ما كيجي كيبقى ينقل عليا ما ولدتيش، واش انا نبقى بلا ولاد، وانا ما عطانيش الله الولاد. والغريب في الامر ان داك الوقيته ما كيعرفوش بان راه يمكن العيب يكون من الراجل، ما كيعرفوا لا طبيب لا والو، ويمكن كان مشات قلبات هي وراجلها ربما يكون العيب منه. الراجل كان كيهددها كيقول لها انا الا ما ولدتيش غادي نتزوج عليك، كان الزواج مباح ديك الساعات، كيتزوج الراجل على مراته، وهي السيده كانت خايفه راجلها يتزوج عليها. طاحت عليها الفكره انها تاخذ البيبي ديال يمنى، اللي عرفتها حبلات قالت لها امها راجلك ما كيجيش دائما، دابا غادي نطلقوا في الدور انك محوله، بقيت عمري كرشك بالحوايج وديري راسك انك محوله، الناس يعرفوك محوله، تنشوفوا يمنى كتجي عندك نشوفوا كيفاش نديو لها تولد، نديو لها الولد ديالها. المهم داكشي اللي كانت كتقول لهم انها راها محوله، ويامنه كانت كتمشي عندها، وفاش قربت تولد قالت لها اجي امي راها تقابلك تولدك. فاش جاها الحريق مسكينه مشات عند مرات العسكري جوايه، قالت لهم جات عندي جوايه داك الجوج النهار كان باديها الحريق، دخلتها عندي للبيت قلت لها منين يجد فيك الحريق امي تولدك. وكذلك منين حسوا بها غادي تولد، لحقاش ماشي الولده الاولى هادي، الولده تقريبا 7 ولدات 6، يعني جاتها السهله دغيا المراه ولدات. قالت لهم منين ولدات جيت من اللور انا، والمراه كانت مازال سخفانه عيانه بهذا، امي معايا، امي هزت الولد وانا جيت من اللور وجمعت لها بواحد الدره العنق ديالها وقجيتها بها وبركت عليها، بقيت كنقش فيها كنبرك فيها حتى حسيت بها ترخات وغابت، وعرفتها انها ماتت. منين قتلتها بقينا حايرين فين نديروها. امي مشات عيطات لواحد الاخ ديالي خويا بعيد علينا شي شويه، قالت له اجي عتقنا، ها شنو درنا واشنو درنا، دابا الا ما جيتيش عاونتينا راه غنمشي لا انا ولا اختك للحبس، دابا اجي عتقنا اللي عطا الله عطاه. هذا الراجل مجوج وعنده تا هو عرام ديال الاولاد، مشى كيعاون مو اختو، مشاو حفروا في داك البلاصه اللي كيديروا فيها داك اللي كيوردوا فيه الكسيبه ديالهم، ما عرفت شنو كيقولوا له، كيكون ديال الحديد كيعمروه بالماء. مشاو جروه وحفروا من تحت منه واحد الحفره ورماو يمنى تما وداروا عليها تراب وردوا هذاك، ما عرفت شنو كيقولوا له كاع، انا والله ما عرفت شنو كيقولوا له. المهم وربي كيفضح القاتل طال الزمان ولا قصر، هذوك الكلاب بداو كيشموا الريحه ديال الدم، بداو كينبشوا تما تجبدوا يامنه. وهاد المراه هادي كانت طلبت من يامنه تعطي لها الولد ولا البنت اللي تولد ولا حتى شي من هذوك ولادها، يمكن بقوه الفقر وما عندهاش تقول لها نربيه، كان عطاتو لها تربيه اللي داكشي اللي تولد ولا من ولادها اللي والده، لحقاش كانت مزيره وغادي يكونوا قرابين ليها وتهز عليها الحمل. ولكن هي قالت في السلطات، قالت لهم انا اللي ما خاصني حتى خير، ما عندي حتى
ولد ولا بنت، ويامنه اللي ما عندها حتى ما توكلهم. شو شحال عندها ديال الدراري، ربي كيعطي الفل اللي ما عنده سنين. هذاك الشيء ارزاق، الولاد ارزاق من عند الله، كل واحد وربي شنو بغى يعطيه. المراه ديالنا مسكينه كانت كتمشي تجيب غير ما توكل لوليداتها، وهذه رزات هاد المراه في عمرها مازال صغير، و هاد الولاد تيتموا خلاتهم امها صغارين، خرجت على عائله هي حكموا عليها بالاعدام، هي وامها والاخ ديالو. الاخ ديالها حتى هو رزاتو، خلى عرمد الولاد حكموا عليه ب10 سنين، لحقاش عاونهم ولو ما شاركش في الجريمه. كان خصو منين قالت له الام ديالو داك الشيء، كان خصو يتجه للسلطات ويعاود لهم شنو طرا. المهم هاد الولد هذا الاخ ديالها خلى عرام ديال الولاد من موراه ومشى هباء بسبب امه ب10 سنين ديال الحبس. ضاعوا ولاد هذا الراجل هذا، وضاعوا ولاد يامنه. هذاك خلى بزاف، 5، ويامنه خلات 6 ديال الدراري صغارين. كل شيء ضاع بسبب هاد السيده هادي اللي كانت باغيه الولاد. بغيتي الولاد كان خصك تمشي للطبيب وتقلبي عليهم، ما تجيش تقتلي مرا باش تدي لها ولدها ولا بنتها. الجهل ولا يخرجنا من دار العيب بلا عيب، ولا يبعد علينا شر الخلق، والله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. نتمنى القصه ديالي نال الاعجاب ديالكم،